دراكولا دايما بتسمع اسمه، ما تيجي نشوف قصته. لما بتسمع اسم دراكولا تقريبا بيجي في دماغك مصاص دماء عايش في قلعة مظلمة وبيظهر بس في الليل عشان يصطاد ضحايا. ولكن الحقيقة إن الأسطورة دي بدأت من شخصية حقيقية في التاريخ، واللي هو فيلاد الثالث. فيلاد عاش في زمن مليان حروب وصراعات، وبقى معروف وسط الناس بقسوته الشديدة في مواجهة أعدائه. وأشهر أسلوب استخدمه كان الإعدام بالخازوق، والله زي ما بقول لك كده. وكان أحيانا بيسيب مئات وآلاف الجثث على الخوازيق حوالين المنطقة عشان بس يرعب أي حد يفكر يهاجم. والقصص المرعبة عنه انتشرت في أوروبا بسرعة، وبعد قرون الكاتب برام ستوكر استلهم منه شخصية مصاص الدماء في روايته دراكولا. لكن الأغرب إن القلعة المرتبطة بدراكولا لسه موجودة لحد دلوقتي في رومانيا، وبيزورها آلاف السياح من كل مكان في العالم. القلعة اسمها قلعة برام. القلعة دي مبنية فوق جبل عالي وفعلا شكلها مرعب، وعشان كده ملايين الناس بيزوروها كل سنة. ويمكن عشان كده قصة دراكولا لسه عايشة لحد النهاردة. بس كده، متنساش اللايك والفولو وتبص على الفيديوهات القديمة وتستنى الفيديوهات الجديدة. في أمان الله.